سيداتي سادتي، أنتم معنا في موضوع جديد، موضوع تختلط فيه المشاعر بالثوابت الوطنية بالإكراهات، الأحداث بالتوقعات، الحوافز بالانكسارات. موضوع اليوم يتعلق باختيارات وليد الركراكي بجحفل من المعطوبين وما له وما عليه من ردود أفعال. أولا، والحقيقة تقال وهي موجهة لأولئك الذين كانوا يرددون دائما بأن وليد حر في اختياراته، حر في تجهيزاته. اليوم أين وصلنا؟ حتى في بلدان العالم هناك تدخلات الجمهور والإعلام والمؤثرين، وهذا الاختلاف لا يفسد للود قضية ما دام الهدف هو توحيد لحمة الفريق الوطني. فليعلم وليد أننا لا نكرهه، والشعب المغربي لا يكرهه، بل فقط ضد بعض اختياراته. فالرهان على سيس ومن قبيله هو رهان فاشل، هو جبر للخواطر والعيش على ماضي وأحلام مونديال 2022. والحال أن الثوابت البشرية لا تبقى ثابتة بحكم المرض والعطب وكذلك الجوانب السيكولوجية. نقول هذا لأننا لا نريد أن نتحطم فوق صخرة الواقع كما تحطمنا سنة 1988 عندما خرجنا خاوي الوفاض من كأس إفريقيا للأمم رغم الترسانة القوية والجحافل القوية والكتيبة الكبيرة من اللاعبين على غرار تيمومي ودربالة حداوي وما شاك كيميلي كريمو وما شاكلهم والزكي. اليوم نريد أن نعيد العداد لنقطة الصفر. لم يبقى من أمل إلا التشجيع والرهان على هذه العناصر. هذه العناصر ينبغي عليها أن تبلى البلاء الحسن، أن تبلل القميص، وأن تعلم أن 40 مليون مغربي وراءهم يشجعونهم بمختلف أنواع التشجيع المعنوي وكذلك الحضوري والمادي. لماذا؟ لأن هذه الكأس ينبغي أن تعز كأس إفريقيا سنة 1976 وتبرهن على أن هذه البلاد ولادة برجالاتها وأن المستحيل ليس مغربي. فهل يكون هذا المنتخب مع الحدث؟ هذا ما تطلع إليه الجماهير المغربية أينما كانت وفي أي أصقاع كانت وفي أي ربوع كانت. التحدي إذا جاهز فلنقبل هذا التحدي ونرفع سقفه في العلالي. بالتوفيق.